السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هعمل معاكم رز ولبن زي ما انتوا شفتوا، كريمي ووشه مكرمش وحلو قوي قوي. احلى من المحلات، جربوه ان شاء الله يعجبكم. معايا هنا فانيليا ونص كوباية سكر. السكر ده حسب الرغبة، ممكن تقللي ممكن تزودي براحتك. وكوباية رز او كوباية وشوية صغيرين، انا مزودت شوية صغيرين على الكوباية ديت. ومعايا هنا كيلو لبن جاموسي. دلوقتي هغسل الرز وهغلي كوبايتين ميه على النار، وبعدين هنزل بالرز وهفضل اقلب فيه. مش هوقف تقليب علشان الرز ما يتمسكش في بعض. زي ما انتوا شايفين بفضل اقلب لحد ما الميه تتشرب والرز يستوي نص سوا. هنا كنت بغلي لبن وهنزل بالرز بعد ما الميه اتشربت، وهفضل اقلب. وبعدين السكر هحليه بقى. انت ممكن تزودي ممكن تقللي في كوبايه السكر دي حسب الرغبه. انا حطيت حوالي 6 معالق سكر، يعني نص كوبايه. وهفضل اقلب علشان السكر يدوب في اللبن. دلوقتي عندنا معايا كيس فانيليا، فقلت احط بقى الكيس الفانيليا. في ناس بتحط كيسين بس انا بحط واحد بس. بفضل اقلب برضو. هنا بقى كنت جبت كوباية وحطيت فيها معلقة ونص نشا حلوين يعني، وتلات ارباع كوباية مية او لبن. بس انا ما كانش عندي لبن فحطيت مية. وهفضل اقلب كويس قوي علشان النشا يدوب في المية او اللبن اللي عندك. وهنزل بيه على الرز ولبن. جربوها يا بنات وهتعجبكم جدا. ولو الوصفة عجبتكم اعملوا لي لايك وكومنت حلو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي بقى هنزل بالكوبايه النشا في الرز وهفضل اقلب برضو. وبعدين هوطي عليه علشان يستوي. هو هنا كان قرب يخلص، بس هوطي عليه بقى علشان يستوي. بس خلاص هي كده الطريقه، والطريقه سهله جدا ومفيش اطعم من كده. دلوقتي بقى هبدا اصب في الاطباق اللي عندي. والله قوامه حلو قوي، قوام كريمي. ولما بيبرد بيبقى وشه حلو قوي زي المحلات بالظبط، ويمكن احلى وانضف من المحلات. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو. واستنوني في وصفات تانية كتير، هعمل لكم حاجات احلى واحلى. استنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.